السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله هنشارك معكم كومير أو باغيت كيجي مقرمش ومهوي من الوسط بحال ديال المخابز بطريقة ناجحة. بسم الله. كنحتاجو 3 الكيسان كبار ديال الماء دافي، كاس العنبة، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. بالنسبه للخميره الفوريه حيت الجو بارد درت معلقه كبيره. صافي كنخلطهم مزيان. من بعد كنزيد الدقيق، درت 5 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. صافي وتنبدا نخلط هكا بمغرفه ولا بسباتول، ما كنستعملش يديا في هذه المرحله. صافي من بعد كنزيد شويه ديال الملحه، كنخلط مزيان بهذه الطريقه. تبعوا هي الفيديو من الاول حتى الاخر، راه كتصدق هذا الكومير من التجربه الاولى كيجي ناجح. من بعد كنزيد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي كنجيب بلاستيك غذائي كنغطي هاد العجين وكنخليها شويه ترتاح. كنغطيها ونخليها تختمر شويه. من بعد كندوز كنشكلها على هاد الطريقه، بحال هاد الطريقه. كنبدا دوك الجوانب كنطلعو من الفوق وكنضغط عليهم. صافي كنعاود نكرر نفس العمليه اللي درت بهذه الطريقه. من بعد كنعاود نغطيها ونخليها تختمر شويه. من بعد ما اختمرت ليا العجينه كندهن يديا بزيت الزيتون. صافي وكنخدمها هكا باطراف الاصابع، كنخرج هذاك الهواء اللي في العجينه. صافي من بعد كنرش الدقيق وكنحط العجين ديالي. راه كتجي خفيفه ورطبه بزاف، واخا خاصها تكون كتلصق في اليد. المهم حنا كندهنوا يدينا بالزيت زيت الزيتون. تنبداو نشكلوها بهذه الطريقه. كنخبط هكا العجينه وكنبدا نسرحها هكا من الفوق ومن التحت. صافي وكنطلع داك الطرف الاول على الثاني بحال شكل المسمنه، والجناب كذلك. تبعوا هذه الطريقه راه يصدق لكم الكومير وكيجي مقرمش ومهوي من الوسط. صافي مباشره كنرش الدقيق الابيض وكندوز كنقطع العجين ديالي على شكل القطع. خرجت ليا 4 ديال القطع، 4 ديال الكوميرات. الا بينا الكومير يكون كتير او الباغيت كنضعفوا المقادير. صافي وكنشكلهم على شكل كويرات، تنجمعهم هكا من الوسط. تنبدا ندير الدقيق وكنشكلهم كويرات. نديروا هاد الكوميرات للوليدات في الصباح الفطور ولا الكوتي مع الزبده والعسل. بالنسبه لهاد الكومير الباغيت ممكن يتكل بلا ما نديرو فيه لا زبده لا والو، تيتكل حرفي تيجي بنين. صافي كندوز كنقرصهم بهذه الطريقه وكنبدا نتنيهم نبرمهم وكنضغط عليهم. من الفوق كنجمع هكاك داك الفوق كنضغط عليه مزيان باش ما يتحلوش ليا الكوميرات الا كيطيبوا. صافي كنعاود نفس الطريقه، كنبرم العجينه هكاك وكنضغط على الاصابع ديالي. صافي وكنجمع هذاك الفوق مزيان، كنضغط عليه من الجوانب وتنجمع هذاك الفوق. كنبرمها شويه وكنحطها تسرح حتى تنكمل هذوك الكويرات اللي عندي. هنا خرجت 4 ديال الكوميرات او الباغيطات. ممكن نضعفوا المقادير، راه كيخرجوا لنا كميه كثيره الا ضعفنا المقادير. تبعوا هي الفيديو من الاول حتى الاخر، غيصدق لكم هذا الكومير او الباغيت. تيجي بحال ديال المخابز، ما نحتاجوش نخرجوا نشريوه من برا، علاش حتى حنا ما نصايبوه في الدار للوليدات. صافي من بعد كرش. انا درت سميده رقيقه، ممكن نديروا الفينو. وهنا كندير واحد اللاطه اللي كتدخل الفران، كنفرش ليها الورق ديال الزبده وكنرشها حتى هي كذلك بسميده. صافي هنا كندوز كنحربل هاد الكوميرات كنبرمهم بهذه الطريقه. صافي وكنحطهم في اللاطه
تنعاود نكرر نفس العمليه، كنبرمهم صافي ونعاود نحطهم في اللاطه حتى تنكمل هذوك الكميه اللي عندي ديال الباغيت او الكومير. صافي من بعد كنخليهم كيخمروا. من بعد ما خمر لينا الكومير كندوز كنرشو هكا بالدقيق الابيض، راه كيجي غزال في الشكل ديالو. ترشوهم بالدقيق وكنعاود نفلحهم، اما نديرو موس ولا نديرو هذه الطريقه. صافي من بعد كنسخنوا الفران مزيان، عاد كندخلوا الكومير ديالنا يطيب، تنشعلوا العافيه فوق وتحت. صافي الكومير ديالنا ها هو طاب، راه كيجي مقرمش ومهوي من الوسط بحال ديال المخابز. بالصحه والراحه. نتمنى كما العاده الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساونيش من لي لايك وبارطاجيو الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. في الله.